مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زوموتو. تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. قدمت فيراري مؤخرا احدث موديل ليها روما سبايدر. الزبناء ديالها في حدث حصري اللي تنظم في قصر البديع بمراكش. تيراس سبايدر جديد كيعتمد على معظم خصائص فيراري روما، ولكن كيختلف على السيارات المكشوفه بدمج سقف بانورامي ناعم، وهو الحل اللي ما شفناش على شي موديل فيراري من 54 سنه، يعني من موديل جي تي اس 4 365 ديال 1969. سيارات فيراري روما سبايدر جديده كتهدف للاستمرار في اخذ نويفا دولتشي فيتا باش تخطى حدود المدينه من خلال القياده في الهواء الطلق. فيراري روما سبايدر كتحتفظ بالخصائص ديناميكيه جديده ديال الموديل روما، كتمتع بافضل نسبه وزن وقوه في الفئه ديالها، وهذا الشيء ماشي غير بفضل الطوا ديالها ولكن ايضا بفضل الهيكل ديالها المصنوع بالكامل من الالومنيوم، والمحرك ديالها V8 بقوه 620 حصان اللي كتعتبر من عائله المحركات اللي تم الاعلان عنها كمحرك العام العالمي في 4 مناسبات متتاليه. وكيرتبط هذا المحرك بواد فيتاس من نوع دي سي تي ذات 8 سرعات من فيراري، والمعروفه باوقات تغيير سريع بالاضافه الى معايير الراحه والكفاءه الميكانيكيه. فيراري روما سبايدر جديده كتوعد الزبناء ديالها بمزيج لا مثيل له من الاناقه، متعه القياده، الاداء والراحه القصوى. غالبا ملي غادي تلقى تجمع ديال سيارات فيراري فغادي تستمتع بمشهد حقيقي، ولكن فيراري كالفالكاد انترناسيونال ديال هذا العام في المغرب كيبقى راسخ في الاذهان. مالكي ايقونات فيراري جاو المغرب باش يعيشوا تجربه القياده اللي كيتسناوها في حياتهم في درجه حراره كتوصل 32 في مارس. خدات السيارات الرياضيه الطريق ديالها وسط مناظر طبيعيه ساحره بين رمال الصحراء اللي كتحكي قصص المسافرين اللي جاو فيها منذ الاف السنين. كانت قائمة طرازات الفيراري اللي مشاركة طويلة وتضمنت العديد من سيارات سبايدر اس اف 90، سيارات جي تي بي 296، روما، لا فيراري ودايتونا اس بي 3، وكذلك اف 50 اللي جات مباشرة من استراليا. لي بيلوت جاو من شمال افريقيا ومن جميع انحاء العالم تقريبا، الولايات المتحدة، النمسا، تايوان واليابان، وبالطبع من ايطاليا. مرة أخرى أعطى حدث كالفالكاد انترناسيونال فرصة فريدة للجمع بين متعة قيادة سيارات الفيراري وبين رحلة جماعية منظمة في بلد رائع غني بالثقافة والجمال. سالينا الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جاية.